اهلا بكم على قناتكم قناه مستر طاهر وفيديو جديد ومقارنه وحوش ال ANC. شركة ريلمي عندها سماعة البادز اير 3 وشركة اورايمو عندها السماعة FreeBuds Pro. دي قالت ان السماعة بتاعتي وحش ANC ودي قالت نفس الكلام. ANC اللي مش عارف هو العزل، يعني انت المفروض اول ما بتفتح السماعة كده وتركب السماعتين في ودانك بتتعزل عن الكوكب والبيئة المحيطة بيه. بوكس الاورايمو FreeBuds Pro بريميوم جدا، تحس كده يعني ايه في اكس بوكس جوه مش سماعه. هنا والله بتقول لك ايه، انا بهتم بالمضمون. طب يا ترى الكلام ده هيترجم على ارض الواقع ايه؟ الله اعلم. قبل اي حاجه رزعني اللايك المتين واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان في شويه شروحات وفي شويه مقارنات جايه ضرب نار. بالاضافه لحاجه لازم تروح تتابعني على الانستجرام وتيك توك لان الشورتس هناك مولعه الدنيا، ده هنا فايتك كتير. القناه دي بقت للمراجعات الرايقه كده وبتاع، هناك للانجاز والايجاز والمتعه البصريه في المونتاج. بقول شعر اهو. اول ما هتفتح علبة الريلمي بادز اير 3 هتلاقي مفيش اي انبهارات تذكر. السماعة واو شكل وكل حاجة خليها في وقتها، وعندك الاير تيبس اللي هي الغيارات بقى بتاعت المقاسات بتاعت ودانك وبتاع، وكابل شحن وكتيبات التعليمات، وشكرا على كده. هتفتح علبة الاورايمو FreeBuds برو هتتفاجئ من كمية التميز والفخامة اللي في البوكس الحقيقة. بس انا ما بيغرنيش على فكرة شكل السماعة من بره قوي على قد ما انا بيغرني بروفايل الصوت نفسه. بس هنا في تميز وفي صرف واضح على بوكس السماعه. هتفتح كده هتلاقي الكتيبات بتاعتك تحسها علبه شوكليت مش علبه سماعه. في علبه هنا مرسوم عليها كيس من بره فيها جراب اسود عشان هقول لك لازمته ايه ده كمان شويه. وهنا هتلاقي في العلبه دي الغيارات يعني الاير تيبس، انا اسف، والكابل. الاير تيبس محطوطين بشكل يعني كوميدي شويه، هنا في غيارين بس هناك في 3 غيارات. خد بالك من حاجه مهمه جدا، طالما قلنا ANC يعني عزل ضوضاء، تختار المقاس المناسب لودانك عشان تتمتع بالتجربه دي كما ينبغي ان يكون. حلو، اتفقنا. تعالوا نروح للمقارنة الفعلية بقى ونروح للتصميم. صراحة أنا مش هكون حيادي في هذه المقارنة، والعيب اللي هلاقيه خلاص. طيب تعالوا نروح للفري بادز برو. التصميم الشبه اطفالي. تصميم الفري بادز برو لو ما كانش فيه الاورايمو اللوجو بتاعهم ده بالطريقه دي كنت ممكن اقول لك ان التصميم فخم جدا، وخاصه اللون السيلفر جراي ده، يعني سيلفر على جراي كده، حاجه فخمه، حاجه حلوه. تصميم مربع تمسكه في ايديك كده والحجم حلو والدنيا تمام، مش اصغر حاجه بس شغال. خلينا نروح بقى الكيس الريلمي ايربادز برو حيث الفخامه كما ينبغي ان تكون. تعال انت حط نفسك مكاني وامسك الاتنين في ايديك كده وقارن. اول حاجه هتلاقي ريلمي محطوطه فوق بطريقه ابداعيه جدا. السماعه سليم ان ما كانتش كمان سوبر سليم. الكيس حرفيا بحطه في جيبي بنسى ان هو موجود، كحجم وكشكل وككل حاجه تشرف. علبه البادز اير 3 ما بيجيش فيها جراب، بس عادي تقدر تشتري لها جراب ممكن يوصل ل 100 جنيه نفس اللون. ضروري تشتري الجراب ده عشان الجزء اللي فوق ده بيظهر فيه تجاريح وخرابيش بشكل غير عادي، وبالتالي ممكن يبوظ لك هذه الفخامه ومنظر السماعه الحلو. كيس الاورايمو FreeBuds برو هتلاقي عندك زرار في المنتصف للتوصيل ولاعاده ضبط المصنع والكلام ده كله، بالاضافه طبعا للمبه فوق الزر عشان توضح لك حاله الكونكشن والبطاريه وما الى ذلك. وعندك من تحت منفذ من نوع سي للشحن السريع. كيس الريلمي تحسه سيمبل قوي لدرجه الفخامه. عندك لمبه بتبين لك حاله الكونكشن والشحن وما الى ذلك، وعندك من تحت منفذ من نوع سي وزرار الكونكشن في الاجناب. تعال بقى ندخل للمضمون. السماعه نفسها، سماعه الاورايمو FreeBuds برو الحقيقه قمه في الشياكه، قمه في الاناقه. الديل طويل شويه عادي مش مشكله، ولكن فخمه 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 في الودان لولا برضو لطعة اورايمو. طب يا سيدي انا مش عايز اعرف الناس ان انا شايل اورايمو، طب انا ناقص والله وانا حاطط سماعات في وداني كده يظهر لي اللوجو على اورتي، في ايه بالهداوه؟ تمام، دي سماعه فخمه، حرام انا ابقى لابسها مكتوب لي اورايمو. هات لي سماعه هات لي ابل نفسها تحط لي التفاحه هنا، مفيش، ده ما بيحصلش. فاتمنى في الاصدارات الجايه ان شاء الله ما نلاقيش اي براند على اي حاجه. حتى ريلمي مش حاطه لك اي حاجه غير هنا بس، دي بس، ومنظرها حلو مش شاذ، انا اسف. يعني لومد الكونكشن اورايمو حطها فين؟ يعني ما تسيبي الحاجه فخمه. لومد الكونكشن اورايمو حطها لك فوق، عارف انت اللي هو طياره هتعدي من جنب ودانك فلازم ننور لها عشان تاخد بالها. طب ليه؟ وليه حتى لومد اصلا؟ يعني الموضوع يعني مش
انا مش في 5 ابتدائي اميجو اللي بينور. الموضوع سهل وبسيط. انا قلت لكم انا مش هكون حيادي هنا برضو، انا جاي لك، ما هتروحي مني فين. موضوع الفخامه في الفري بادز برو بينقصوا شويه ديتيلز كده. شيلوا اللوجو وشيلوا اللمبتين اللي فوق. سماعه اقسم بالله سماعه، ولسه برضو فيها مميزات كتيره جدا هنجيلها كمان شويه. عندنا في تطور واضح في البادز اير 3 عن البادز اير 2 اللي انا كنت عملت لها مراجعه، هسيب لك اللينك بتاعها هنا. هم تقريبا قربوا ينسوا ان كان في ديل، يعني هو كان بيفكر يعملها بادز بس ايه، قال لك احط لها الديل ده شويه. الديل ده والسماعه فخمه، والديل القصير ده مش مضايقني في حاجه، ولكن في مشكله كبيره جدا هنا قابلتني وانا بستخدم السماعه. كل السماعات اللي خلقها ربنا في الدنيا انت بتحطها منين؟ بتحطها كده طبيعي. لا، دي بتقول لك انا لازم اعذبك وانت سايق او انت ماشي بحركه لا اراديه كده، انت بتسيب السماعه لا، انت لازم تظبط بقى ايديك كده عشان اصلا المدخل بتاع السماعه لجوه. ده انا بيطلع عيني على ما بحط السماعه في الكيس بتاعها حرفيا يا ريلمي. لازم ده يتطور ان شاء الله في الريلمي بادز اير 4 ان شاء الله. يعني خلوا المنافذ من بره بتاعت الدخول والخروج، وسهلوا شويه الطلعه من الكيس، لان الكيس الحقيقه ما بعرفش اطلع السماعه اصلا وبتتزفلط، وباخد وقت على ما بتطلع وباخد وقت على ما بتدخل. لكن الاثنين كيس سواء في الاورايمو او في الريلمي بيتمسكوا بايد واحده وبيتفتحوا بايد واحده والدنيا زي الفل. شكل السماعتين الحقيقه سواء الريلمي او الاورايمو مبهر في الودان. اختبار السقوط للسماعتين الحقيقه منتهى الثبات لو اخترت الاير تيبس المناسبين لودانك. السماعتين في الودان الحقيقه جبروت. سماعتين بيدعموا التحكم باللمس. اورايمو معقده حبتين، لان انت لازم تستنى تسمع صفاره في اليمين وصفارتين وثلاث صفارات واربع قصه طويله عريضه كده. الحقيقه السيستم فيه محتاج يبقى سيمبل اكتر من كده بكتير. الريلمي برضه نفس الكلام، تدعم التحكم عن طريق اللمس، لمسه لمستين ثلاثه، كل واحده فيهم ليها وظيفه محدده، ان انت تقلب تبوظ تشغل توقف. الحاجات دي كلها مهمه جدا، ان انت تلغي النويز كانسليشن، تشغل نويز كانسليشن، وبرضه الكلام ده في الاورايمو. ولكن الاورايمو انا هسيب لك بقى ورقه بكل تفاصيلها هنا دلوقتي عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه فيها ازاي. الريلمي عن طريق ابلكيشن الريلمي لينك تقدر تخصص هذه التابس، تعمل زي ما انت عايز، المريح ليك والاسهل اعمله خصصه. هترجع تقول لي طب والاورايمو ملهاش ابلكيشن؟ اورايمو ليها ابلكيشن بيدعم كل اصداراتهم الا الفري بادز برو، مغضوب عليها مثلا. لو هنروح بقى على التوصيل والكونكشن، فالسماعتين هنا الحقيقه بيدعموا البلوتوث 5.2. اورايمو بتتوصل بسرعه جدا سواء على الاندرويد او على الايفون. ريلمي نفس الكلام، بيتعرفوا هوا، ما عنديش اي مشكله. في ميزه تحسب لصالح الريلمي وهي ان هي بتتوصل جهازين في نفس الوقت، تفصل هنا تشتغل هنا، تفصل هنا تشتغل هنا، حاجه ممتازه الحقيقه. او بالمناسبه وانت بتوصل السماعات في الريلمي بادز اير 3 بتسمع نغمه بريميوم قوي كده تدل على ان الكونكشن حصل. هنا سماعه حماده بتاع 3000 قبل الميلاد بتقول لك ايه؟ كونكتد كده بالظبط. ان الميزه اللي جايه دي هتضرب ريلمي في مقتل الحقيقه، عشان محدش يقول لي انت منحاز وعايز تكسب ريلمي. انا بقول اللي ليا واللي عليا، اقسم بالله بحكي لك التجربه زي ما هي بالظبط. لو هنروح على مستوى الصوت بقى والابداع المتمثل في بروفايل الصوت اللي طالع من السماعتين، الحقيقه الريلمي بادز اير 3 بتدعم 3 انماط من الصوت. اولهم البالانسد او المتوازن بين التريبل والبيز، فده خيالي بيطلع لك الصوت بدرجه كواليتي رهيبه. الدرايف اللي هنا كمان 10 ملم مساعد قوي ان انت تاخد مساحه الصوت المسموع بانضف كواليتي ممكنه. في ميكس بين البيز والتريبل عامل حاله غير عاديه الحقيقه. لو رحنا على البيز بوست، وده اللي بيعلي البيز قوي، السماعه بعد 80% في ذمه الله، تحت ال 80% ها مسموع. وفي عندك وضع البرايت، ده بيملك للتريبل شويه بالبلدي كده، السكسكه، الصوت يبقى رفيع كده، ايه يعني عكس البيز. انا عن نفسي حبيت وضع البالانس جدا. وبرده الاوضاع دي بتقدر تغيرها يا اما بالتابس يا اما عن طريق الابلكيشن الريلمي لينك. صوت الاورايمو فري بادز برو على وضع النورمال، انا اسف ان انا اقول كده، يحط كتير قوي 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 على صوت الريلمي بادز اير 3. الصوت هنا نقي بيور، البروفايل طالع مرتاح، بيخليك كده تحس ان البيز اللي طالع ايه ده صب في وداني. اما لو فكرت تضغط لونج بريس كده عشان تروح لوضع الهيفي بوست، صدقني هتزعل وهتجيب ناس تزعل، وهتزعل ان انت دفعت فلوس في السماعه. فانت في السماعتين خليك على البالانسد هنا او النورمال هنا. لو عايز تروح مثلا، انت راجل سميع بيز مش فارق معاك الكواليتي، روح. لو انت سميع تريبل روح. لكن الحقيقه البالانسد والنورمال مود في السماعتين واو، حبيت الصوت هنا اكتر بكتير. العزل اللي هو عزل الضجيج بقى، الاي ان سي اللي هم نازلين بيها، الحقيقه
دي صورة دعائية، يعني ما كانش بالقوة اللي انا توقعتها الحقيقة، بالرغم ان انا اخترت المقاس المناسب لودان. لكن في الريلمي بادز اير 3 عزل، انت 70-75% معزول، وفي الفئة دي انت كده واخد كل حاجة، واخد 100%. هنا نسبة مثلا من 50 ل 55%. الاتنين لو انت مشغل مقطع مش هتسمع اي حاجة حواليك، وخد بالك الموضوع ده خطر جدا. انت بقى قاعد في وسيلة مواصلات وعايز تعزل نفسك شوية، هتلاقي الريلمي هتديك تجربة عزل افضل. مايكين السماعات الحقيقة يعتمد عليهم في المكالمات. الجيم مود في السماعتين الحقيقة ممتاز جدا، سيبك من الملي سكند اللي مكتوب 88 ملي سكند ومش. لما جربت ريلمي وانا بلعب ببجي الحقيقة الصوت نقي مجسم، تأخير لا يذكر لو فعلت من على الريلمي لينك او من على التاب وضع الجيم مود. وهنا برضو نفس الكلام، صوت مجسم نقي محيط، انت تحس الضرب جاي من حواليك في كل اتجاه. كلام على السماعتين الحقيقه. وبرضو في الحالتين وينر تشيكن دينر. انا كسبت الجيمين بالسماعتين لان الحقيقه الصوت كان خرافي تحفه. معدل التاخير لا يذكر، بتلحق نفسك وبتتدارك. في بقى سماعات الضربه بتتضرب تيجي انت بعد ربع ساعه تلاقي نفسك بره الجيم. ايه يا عم في ايه؟ يقول لك انا والله بدعم الجيم مود. لا هنا الحقيقه الجيم مود شغال بشكل كويس جدا. تعال نروح على البطاريه والشحن. البطاريتين هيقعدوا معاك، ما تقلقش. سيبك من بقى ايه 30 ساعه وانت مفعل مش عارف ايه، وسيبك من سماعات الاندرويد. لو جيت قارنتها بسماعات الايفون هتحب سماعات الاندرويد اكتر بكتير على فكره. انت هنا واخد بطاريه، انا بنسى اشحن اصلا، اقسم بالله انا من ساعه ما جبتهم ما شحنتهمش مره، من ساعتها ما شحنتهمش مره. 30 ساعه من غير تفعيل وضع النويز كانسليشن، و22 ساعه الاثنين تقريبا بتفعيل وضع النويز كانسليشن. انت عندك سماعتين ببطاريتين حلوين، سواء هنا السعه اكبر شويه بس النتيجه في الاخر واحده. مفيش اي مشكله هتقابلك في الشحن ولا السماعه ولا الكونكشن ولا اي حاجه. لو انت فان لريلمي روح للريلمي بادز اير 3. لو انت عايز تاخد تجربه جديده وتجربه مايكات محترمه جدا وتجربه صوت حلوه جدا، روح للفري بادز برو. لو انت كيف عزل دي هتكيفك اكتر. دي في العزل اعتبرناها ما جاتش. الصوت هنا ممتاز، المايكات ممتازه، الصوت هنا ممتاز، المايكات ممتازه، الجيم مود ممتاز في الاثنين. التصميم والشياكه والاناقه دي بلا منازع، قلبا وقولا واحدا. الحسنه الوحيده هنا ان في جراب زي ما قلت لك في اول الفيديو بيداري كل هذه الايه، يعني انا ما عنديش والله مشكله، هو بيداري العظمه كلها وبيسيب برضو اللوجو اللي مصمم لي مشكله او مسبب لي مشكله. فالسماعتين قمه وقيمه مقابل سعر على فكره، والاثنين في سعر واحد، يعني الاثنين فئه سعريه واحده 1900 جنيه بس كده. دي كانت كل حاجه عن الفري بادز برو من شركه اورايمو، ودي كانت كل حاجه عن الريلمي بادز اير 3 من شركه ريلمي. انا بقى متحمس جدا اشوف رايك في الكومنتات. قول لي هتختار انهي سماعه، الريلمي بادز اير 3 ولا فري بادز برو من اورايمو، وليه؟ برضو اكتب لنا ليه. ده بعد طبعا لايك وكلمتين واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.